السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وتكونوا في احسن الاحوال يا ربي، امين. عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم رمضان باش ما تمنيتو بالصحه والسلامه يا ربي، امين. اختي راه معاوناني على المقدمه، حافظتها معايا. المهم اليوم غادي نصايبوا عروسه ديال رمضان، البنات الشباكيه. ضروري الشباكيه كنديروها في رمضان. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الشباكيه كتجي غزاله البنات. شوفوا ليا كيفاش دايره، كتجي كتحمق مجعبه البنات وشاربه العسل شاربه عقلها. كتجي البنات واعره. شوفوا ليا التعليكه كيفاش دايره، شوفوا البنات التعليكه، شوفوا معايا التعليكه، راه ما يمكنش اي وحده غادي تصايب معايا هاد الشباكيه. قد كنتي محترفه، قد كنتي مبتدئه، المهم غادي تدخلوا وغادي تصايبوا معايا هاد الشباكيه هادي. شوفوا البنات كيفاش كتجي ابصره، كتجي معلكه فنه يا البنات. غير جربوها، الا كنتو باقيين ما صايبتوش الشباكيه فكنقول لكم غير صايبوها. شوفوا البنات كي مجعبه من الداخل، عرفتي هذه ما خصكمش تفلتوها نهائيا. هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا، اول حاجه غادي نحتاجوها هي الدقيق. هنا خديت كيلو ديال الدقيق، غربلته بطبيعه الحال، يكون دقيق يعني من جوده زوينه ولا جوده ممتازه كيف ما كتشوفوا معايا. المهم انا غادي نبدا معكم بالنواشف هو الاولين كمرحله اولى، وعاد ندوزو للسوائل. فهنا كيف ما قلت لكم عندنا كيلو ديال الدقيق. هاد المقادير هادو اللي غنعطيكم كاملين ديال كيلو ديال الدقيق. هنا كيلو غادي نزيدوا عليها البنات زلافه مع مراش ديال الزنجلان اولا كاس عامر كبير ديال الزنجلان. المهم راه بحال الزنجلان محمر غير شويه ومطحون. فهمتوني البنات؟ الزنجلان محمر غير شويه ومطحون. كيف ما شفتوا معايا زدنا عليهم الزنجلان. هنا عندي في المقادير الاخرى عندي هنايا معلقه ديال القرفه، معلقه ديال حبه حلاوه محمره ومطحونه، معلقه ديال النافع محمر حتى هو مطحون، قبيصه ديال الملحه، واحد الرشيشه ديال الكوزه البنات ها هي هنايا غادي نضيفوها، وغادي نزيد عليها المسكه الحره كتعطي واحد التعليكه زوينه حتى هي في الشباكيه ديالنا. غادي نضيفوا عليها خماره ديال الحلوه وحده كامله، ودابا البنات غادي نحاولوا اننا نبسبسوا هذا الشيء مزيان حتى يدخلوا المقادير مع كاع. ها نتوما البنات دابا من بعد ما بسبست مزيان هذاك الدقيق، دابا غادي نزيد واحد الصفار ديال البيضه. غير الصفار ديال البيضه البنات ما ديروهش، حيت الا درتوه من كتجيو تقليوها كتولي لكم ديك الكشكوشه بزاف وما كتبقاوش تبان لكم الشباكيه ديالكم كاع، وما كتعرفوش لا واش تحمرات ولا ما تحمراتش، يعني كطلع واحد الكشكوشه كبيره بزاف فما صالحاش. من الاحسن انكم ديروا غير الصفر، وكاين اللي ما كيديرهاش في الشباكيه، فكل واحد على حسب المنطقه ديالو. كاين اللي ما كيديرش كاع الصفار ديال البيض في الشباكيه، فانتم احرار، اللي بغى يديروا اللي ما بغاش فيستغنى عليه ما يديروش، ماشي مشكل. هنا البنات كيف ما كتشوفوا خديت الزبده ذوبتها حتى ولات ليا نوازيط بحال هذا الشكل هذا كيف ما كيبان لكم هنا. غادي نكمل الكاس ديالي بالزيت العادي، غادي نكمل البنات الكاس بالزيت العادي ديال المائده. هانتوما انايا كملت كاس بالزيت وغادي نضيفو عليها، وغادي نبداو نبسبسو. في هذه المرحله البنات كل ما بسبستوها مزيان 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 راه بحال كتدلكوها وكتجي مرمله، يعني كل ما درتوها بحال هكا كتجي مرمله، من كطيب ومن بعد كتسالي كتجيكم مرمله. هذه المرحله هذه ضروري منها. انا غادي نبقى كنبسبس فيها بحال هكايا مزيان 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 حتى نحاول انني نحل كاع الكويرات ديالي اللي عندي هنايا، ونحس بهذاك الدقيق نسجم ليا مع هاد الزبده مزيان مزيان مزيان، يعني ما بقاش شي بلاصه ناشفه. البنات من بعد ما بسبستها مزيان مزيان مزيان، دابا غادي ناخذ الكاسروله غادي ندير فيها تقريبا، هانتوما غادي تشوفوا معايا كاس ديال ما زهر في نفس الكاس والكاسرونه اللي ذوبت فيهم الزبده، ماشي مشكل. درت كاس ديال ما زهر وغادي نضيف ليه نص كاس ديال الخل. من الاحسن يكون هذا الخل الابيض هذا كيجي زوين
راه كيجيبها البنات كيجيب الشباكيه هشيشه بزاف. المهم غادي ندير نص كاس تقريبا ما كاملش. هذا البنات هو السر ديال الشباكيه الا بغيتوها تجيكم هشيشه. ها نتوما درت نص كاس. غادي نضيفو على هاد المزهر ديالي. وعندي هنايا ضامه ديال الزعفران اولا تقدروا تبدلوها بزعفران الحر العادي. المهم حتى هذا راه زوين وحتى هو فيه اللون وفيه يعني البنه ديال الزعفران. دابا غادي ندير الخليط. غادي ماشي ندوبو زعما غادي نسخنو شويه يدفى ليا شويه باش ندوز انني نعجن به. المهم غادي نديرو هنايا على البوطه حدايا ونخليه يسخن شويه. وفي نفس الوقت انا كنزيد نبسبس هذيك الشباكيه ديالي اولا الدقيق ديالي. راه البنات هاد المرحله مهمه بزاف. كل ما بسبستو كل ما مزيان. هذا غنخليه نشوف الا بغيت نزيد نضيفو. هي هذيك ما بغيتوش تقدروا تعوضوه بالماء العادي يعني كيبقى لكم انتم الاختيار. فها نتوما غادي نخليها على جانب حتى تسخن لي. هانتوما البنات انا زدت بسبستها شويه. المهم هي خصكم البنات شي ربع ساعه وانتم كديروا ليها غير بحال هكا. كاين اللي غيقول لك حنان هاد المرحله ماشي مشكل ولا ربع ساعه بزاف، ولكن راه هاد المرحله مهمه الا بغيتو تجيكم الشباكيه ديالكم من بعد مرمله. انا من النوع اللي كتعجبني الشباكيه مرمله وهشيشه وتكون كتعلق. الا ما كانش الشباكيه كتعلق انا ما عنديش الشباكيه ما نكذبش عليكم ما كتجينيش الشباكيه. خصني البنات تكون كتعلق. عاد نقول هذه شباكيه زوينه. المهم كل واحد وكيفاش. صافي دابا راه بركه عليها. وكاين البنات حاجه اخرى، كاين اللي كيدير هذه المرحله هذه مثلا بالليل وكيوقف عند هذه المرحله هذه يعني كيبسبسها وكيجمعها بحال هكا وكيخليها حتى الصباح وعاد كيعجنها وكيدير المراحل الاخرى اللي باقيين. فهمتوني؟ كاين اللي بغى يقسم عليه الشغل ممكن انكم ديروا هذه القضيه هذه اللي كنقول لكم. يعني ديروها بحال هكايا وتبقاو حتى وتخليوها حتى الصباح وعاد تكملوا حتى هي راها كتزيد تطلق وكتجي بحال راها معجونه ومدلوكه مزيان. فهمتوني كيفاش؟ فانا البنات غادي نخلطها ما غاديش نخليها تبات. غادي نخلطها وغادي نخدمها اليوم. فصافي بركه عليها. دابا البنات هانتوما كيما كتشوفوا داك الزعفران راه داب. غادي نكبو على الخليط ديالي غنكبو كامل حيت انا عارفه ما غاديش يجريها ليا. اما البنات نتوما عارفين ان العجينه الشباكيه كتكون قاصحه ما كتكونش مرخوفه. العجينه الشباكيه خصها تكون قاصحه. الا درتيها مرخوفه هي غادي تساعدك في الدليك وداكشي متفقه معاك، ولكن من غادي تتقليها غادي ترجع قاصحه. فهمتوني؟ غادي ترجع قاصحه لكم الشباكيه يعني ما غاديش تجيكم زوينه. ويلا درتو الشباكيه قاصحه في الاول راه من كتقلى كترجع هشيشه. فانا كنبقى بحال هكا كنحاول انني نجمع. غادي نحاول انني نجمعها ولا بغيت يعني الا كانت مازال محتاجه الماء راه غادي نضيف ليها الماء اولا تضيفوا ليها المزهر. المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار يا اما تضيفوا ليها الماء يا اما تضيفوا ليها المزهر. المهم انا كنحاول انني نخلطها مزيان. هانتوما البنات راه يعني ما يمكنش تجمع ليا بهذا الماء هذا اللي درت. دونك ضروري ما غادي نزيدها واحد شويه ديال الماء. دابا غادي نزيدها شويه ديال المزهر. غادي نزيد نديرو في هذه حيت باقي فيها زعفران. صافي دابا ما نزيدهاش المزهر عاوتاني باش ما يجيش المذاق ديالو بزاف حيت راه تقريبا درت القريعه كامله. شوفوا شحال بقى ما بقاش بزاف. دابا غادي نكمل بالماء عادي. المهم البنات راه كتاخذ لكم شويه ديال الوقت مي ماشي مشكل غير بشويه بشويه حتى تجمع. وحاولوا انكم تخدموها حيت راه فيها زيت والزبده راه هي غادي تزيد تجمع لكم راسها. فهمتوني؟
يعني غير ملي كتخدموها مزيان راه هي كتزيد تطلق دوك الزيوت ديالها وداكشي. هانتوما البنات دابا من بعد ما جمعتها وطلقتها مزيان تقريبا شي 10 دقائق وانا كندلك فيها البنات بحال هكايا بحال هكا. شفتوا راه العجينه ديالها قاصحه ماشي رطبه. هانتوما هكا خاص تكون العجينه ديالها بحال هكا، خاصها تكون ما خاصهاش تكون رطبه بزاف. فهمتوني البنات؟ دابا صافي بارك عليها. غادي ندوزو باش دابا نطلقوها ونخدموها على شكل ديال لاباط فيوتي. غادي نجيب البنات غير موس وغادي نقسمها على كويرات القياس اللي بغيتو نتومايا. انا كنبغي البنات نديرهم هكا كويرات صغار باش كنغلب عليهم، ماشي هما يغلبوا عليا، باش كنغلب عليهم كنديرهم بحال هكايا كويرات صغار، وعاد من بعد كنبدا كنخدم فيهم كويره كويره هكا. وها نتوما البنات هنا كيف ما كتشوفوا كتاخذوهم هكا على شكل كويرات، كنبقاو نقسموهم على شكل اللي بغيتو. انا كيعجبوني صغار باش كنخدمهم بالزربه. صافي هنا خديت المدلك وبقيت البنات كنطلق في الكره ديالي ديال الشباكيه وكنحاول انني نطويها بحال كيف ما كنديروا لاباط فيوتي البنات. هذه راه هو السر ديال ان الشباكيه كتجيكم مجعبه من الداخل وكتجيكم هادوك ملي كتعضو كتبان لكم البنات بحال راها مورقه. فهمتوني؟ راه هذا هو السر. الا ما درتوش هاد الطريقه هذه راه كي والو. انا البنات خديتهم كاملين ودرتهم على شكل لاباط فيوتي وعاودت عاوتاني يعني درت لهم 2 مرات. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كناخذ العجينه وكنتنيها وكنعاود عاوتاني ناخذها ونولي نتنيها. فهمتوني؟ دوزتهم كاملين في الاول تنيتهم مره عاوتاني عاودت لهم مره صافي وكتخليهم كيرتاحوا. وانا هنا راه زربت لا فيديو باش هكا ما يجيكمش طويل بزاف حيت راه بزاف. هانتوما البنات من بعد ما خلينا العجينه ديالنا طلقات، هانتوما كيف ما وريتها لكم قبيله، دابا كنجيو كنطلقوها بحال هكايا وكنبداو كنخدموا فيها. انا راني هنا ديجا بديت كنخدم ولكن باش نوريكم نتوما. المهم اول حاجه غادي ناخذوا المدلك، غادي نحاولوا نطلقوها شويه باش هكا ما تجيناش في الوراقه ديالنا ما نضيعش لينا العجينه بزاف. هانتوما غادي نقسمها بحال هكا. هانتوما انا قسمتها على 4 حيت انا ما بغيتش تجيني الشباكيه كبيره، بغيتها تجيني شويه رقيقه. غادي نحاول ندير ليها بحال هكا صافي نبداو ندوزوها في الوراقه. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا انا راه معايا الحاج سيف الدين كيعاونني. كندوزوها المره الاولى في رقم 1، هانتوما كنوليو ندوزوها المره الثانيه في رقم 2، وضروري خصكم تحطوها من هنا وتشدوا باليد الثانيه، وكنوليو ندوزوها في رقم 3. هانتوما باش ما كتقطعش العجينه، الا دوزتوها من الاول في رقم 3 راه كتقطع. ودابا كندوزوها في رقم 4، هذا اخر مرحله كندوزوها فيها. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا. المهم ضروري خاص شي حد يكون كيعاونكم باش تقدروا تساليو. هانتوما هي كيفاش جات. دابا هادو باش ما يبردوش لينا كنردوهم للميكا. هادو اللي قطعنا كنردوهم للميكا باش ما يبردوش، وكيصعب عليكم من بعد انكم تشكلوهم على شكل الشباكيه ياك. كناخذوا هادو الجرارات اولا هذيك ديال الشباكيه العاديه. المهم كل واحد باش كيخدم. انا عندي هذه غادي نخدم بها. كتاخذوا كتحاولوا تجيو هكا في الجناب، كديروا هكا خط باش كتقادوا الجنيبات وكيجيو زويونين مقادين مشبكين. هانتوما كنحيدوا هاد الجناب هادو، نحيدوا هاد الجناب هادو واخا. هانتوما هادو كنحيدهم. هاد العجينه ما كنرميوهاش، كنوليو نخدموا بها مره اخرى صافي. وكنجيو لهنايا كنحيدوا هاد الراس هذا وكنبداو نشوف واش كيبان لكم. كيبان. غادي نبداو البنات 1 2 3 4 و5 كنقطعوا. 1 2 3 4 والخامسه كنقطعوا. 1 2 3 4 5 كنقطعوا. وحاولوا تبركوا على هذا مزيان باش يساعدكم. 5 كنقطعوا. هانتوما
وهنا البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا الطريقه ديال التشباك، كنهزوا الخيط الاول كنطلقوا الثاني كنهزوا الثالث وكنطلقوا الرابع وكنهزوا الشريط البنات الاخر. هانتوما كناخذوه من هنايا وكنسدوه وكنقلبوا الثاني على هذاك الاول وكنقلبوا الاخر عليهم كاملين وكنحطوا يدينا بحال هكا كيف ما كتشوفوا معايا. هانتوما صافي وكتوركوا عليها من الجناب وكديروا في يديكم شويه د الماء باش هكا تلصق لكم مزيان 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 العجينه ديالكم باش ما تحلش معكم من تكونوا كتقليو. هاد المرحله هذه مهمه، ضروري انكم تبركوا عليها مزيان باش ما تحلش لكم في القلي. وهانتوما هو الشكل ديالها كيفاش كيجي، راه كتجي مزيونه البنات، غير اعتمدوها والله. هانتوما كناخذوا الشريط الاول وكنطلقوا الثاني، كناخذوا الشريط الثالث وكنطلقوا الرابع وكناخذوا الخامس، كنشدوا له دوك الودينات ديالو كنقرصوهم مزيان 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 وكنشدوا داك الشريط اللي كيبقى لنا في الوسط. كنقلبوه على هذاك الشريط اللي كيولي هو الاول ما عرفتش واش دوختكم ولا. المهم راه الصوره واضحه. وملي كنقلبوا يدينا البنات كنحاولوا نقادوها هكايا وكنديروا في يدينا شويه ديال الماء وكنحاولوا نوركوها هكايا في الجناب وصافي كنقادو دوك الاشرطه وراها كتجي الشكل ديالها زوين بزاف. يعني هاد التشبيكه هذه انا بالنسبه لي اسهل تشبيكه واحسن تشبيكه كتعجبني البنات. هذه كتجي بها شباكيه حليلوه وكتجي هكا صغيره، انا كتعجبني. وعاد البنات راه ما كتبقاش في هذا الحجم، راه ملي غادي تقلى غادي تزاد ليها الحجم شويه حيت ديجا حنا دايرين فيها الخماله نتاع الحلوه، فضروري من انها غادي تزيد لكم في الحجم شويه، فهمتوني. فانا داكشي انا كتعجبني تجيني صغيره الصراحه، ما كتعجبنيش الشباكيه كبيره، ما كتجينيش هكاك زوينه، ما كتجينيش حليلوه. المهم انا عاودت معكم هنايا وحده اخرى ثالثه. راه البنات الفيديو شارح راسو، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا كيفاش كنشبكوها وكيفاش كنديروا الطريقه. المهم كتبقاو كتقادوا بيديكم هكايا هذوك الاشرطه حتى كتحصلوا على الشكل اللي نتوما باغيين وكتحيدوا دوك الزوائد وصافي البنات كتكملوا هكا على هذا الشكل حتى كتساليو. ودابا البنات نتوما كيف ما كتشوفوا دزنا باش نقليو. هنايا عندنا الزيت راه ديجا درتو يسخن، وهنايا البنات سخنت العسل باش هكا ما يهرش ليا الشباكيه. هذا البنات راه العسل اللي صايبت معكم يعني في الفيديو اللي سبق. انا كنذوق العسل البنات. المهم هانتوما راه دفيتو واحد شويه باش ما يسخن باش ما يهرش ليا الشباكيه ديالي. غنخليه حتى وحدايا. وهنا صافي غادي ندوزو باش نقليو. كنبداو باول بلاطو انا بديت كنشكل فيه، لا ماشي مجمع من هنا، وصافي كنبداو كنقليو. غنشوف مازال البنات غادي تزيد واحد شويه عاد نبدا نقلي. نزيد شويه زيت سخون، نزيد واحد شويه سخون ونشوف. صافي دابا نبداو اللوح. هي اختي معايا كتعاوني. هاد الارنبه ويلي لا صافي بلاش غير هدا عرفتي الناس كي دارت لها لحسها تزيت مسكين طار بحال بطاطا. المهم هانتوما البنات كتلوحوها على وجهها. نشوفوا حشمتي شي حطيتي شي واحد في الزيت. المهم انا غنحاول حتى نسالي حتى نسالي الكميه اللي عندي. المهم راه كتلوحو وهي كتطلع كتلوحو وهي كتطلع. صافي غنزيد واحد شويه. المهم البنات انا راه كيعجبني هاد القياس هذا ديال الشباكيه، ما كتعجبنيش الشباكيه كبيره بزاف. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كنخليوها. هانتوما ما تبقاوش كاع تحركوها بزاف حتى تشد راسها شويه، حيت هاد المرحله كتكون هشيشه بزاف. وما نخليها بنات حتى تبان لي بدات كتحمر. وما تجهدوش البوطه بزاف باش ماشي تحرق لكم من برا ومن الداخل تبقى لكم خضره وما يجيش الشكل ديالها زوين وما يجيش المذاق ديالها زوين، وكاع التماره اللي ضربتو تمشي لكم هكاك في الخاوي. هانتوما البنات انا نخليها حتى تقصح وتشد راسها عاد نبدا نقلب فيها. المهم هانتوما كتشوفوا معايا هي مازال البنات شويه. هانتوما البنات ها هي كنبقاو كندوروا فيها غير بحال هكا غير بشويه، ما ديروش بالجهد. هانتوما كيف ما كتشوفوا هانتوما البنات راه ما كتفتح ما حتى شي حاجه، غير ورقوا عليها في الاول مزيان. انا كنحاول انها تجيني كلها لون واحد، ما تخليوهاش حتى تحمر بزاف حيت راها مازال شاده فيها هي السخونيه، ومن غادي نديروها في العسل راها كتزيد تاخذ داك الكولور ديالها.
هانتوما صافي البنات، هذا هو اللون اللي تبقى فيه. هانتوما شفتوا صافي هذاك اللون اللي تبقى فيه صافي. وكندوزو كنديروها في العسل، كنطفيوها هكا في العسل. هانتوما شوفوا البنات، انا راه كتحمقني هاد الريحه ما شاء الله، كتعجبني بزاف هاد الريحه هادي. ما عرفتش واش كلشي بحالي ولا راه ملي كتكون كتقلى بحال هكا الشباكيه وداكشي عزيز عليا هادشي. راه انا قلت لماما بلا ما ديري انا غندير حتى هي خلات لي ندير. هانتوما كيف ما شفتوا غطسناها في العسل، كنديرو هكا العسل من فوقها شويه. الا بانت لنا شي حبه ما وصلش العسل ولا كنديرو هكا من الفوق. وراه ماشي هذه هي المره الوحده البنات اللي كتعسلوا فيها، انا راه كنعسلها وكنولي كنحطها تسقطر، وهذاك الشيء اللي كيهبط منها عاوتاني كنولي كنكبو من فوقها. كنبقى كندير هذه العمليه شي 3 المرات وكنخليها الليل كامل كتسقطر، وعاد الغد ليه كنبقى كنديرها في البواطات. المهم دابا هذه غنخليوها على جنب، نخلي هذه هنا باش ما وكنوليو عاوتاني ندوزو نقليوها نفس العمليه. هانتوما شفتوا ملي كيبدا يسخن الزيت صافي راه ايفوا كتلوحوها كطلع. شفتوا هذيك الاولى شويه كتبغي الوقت وصافي، اما غير ايفوا كيسخن صافي. ها صافي غادي نكملوا بنفس الطريقه حتى نساليو كاع الشباكيه اللي عندنا. هكايا حتى نساليو كاع القياس اللي عندنا ونرجع معكم حبوباتي باش هكا ما يطولش عليكم. وهنا البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا صافي راني ساليت القلي والتعسال. دابا راه البنات راه خليت هكا تسقطر، راه ديجا هذاك العسل اللي هبط ليا هنايا نوريكم هنايا لتحت. وليت عاودتو هكا كبيتو عليها من الفوق دو فوا واحد 2 المرات. دابا صافي يعني ما نوليش نزيد نكب عليها العسل، صافي غادي نخليها بحال هكايا تسقطر. وعاد من بعد البنات راه بطبيعه الحال ملي كنجيو نحطوها في ديك الرويبات ديالها راه كنبداو انا كيتعجبني نخليها ليله كامله كتسقطر، فهمتوني؟ ضروري انا باش كنخليها ليله كامله كتسقطر. وعاد من بعد غادي نحطها في هكا في الروبا ديالها وغنبقى ندردر عليها الزنجلان. يعني فيما نحط هكا في الروبا ندردر هكا من فوقها الزنجلان باش كيجي الشكل ديالها زوين وكتجي هكا في المنظر مزيونه. وهي البنات شوفوا راه تبارك الله ما شاء الله راها طلعت زوينه 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 بزاف. غادي نقرب لكم شي وحيده هكا تشوفوها. شوفوا البنات راها مجعبه، شفتوا هانتوما راها مجعبه وشاربه بنات العسل. وهذاك العسل اللي انايا شاركت معكم، يعني ما درتش شي عسل اخر. وشوفوا البنات كيفاش مجعبه هانتوما. شفتوا واش كيبان لكم في الكاميرا مزيان ولا دايره فوكس؟ هانتوما هاي شوفوا كيفاش مجعبه البنات. شوفوا هانتوما راه غير تبعوا هذوك المراحل اللي عطيتكم وتبعوا داكشي اللي قلت لكم راه غادي تجيكم بحال هكا. شوفوا التعسيله. شفتوا عرفتوا البنات راه جات مرمله. هانتوما ما قاصحه ما حتى شي حاجه. شوفوا كي مجعبه. شفتوا عرفتوا البنات جات فنه 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 حمقاتني. انا البنات راه ماشي اول مره كنديرها. هانتوما شوفوا كي خاويه من الداخل. شفتوا جات واعره يا البنات وهشيشه بزاف بزاف بزاف. دابا غادي نخليها حتى تزيد تقطر مزيان هكايا الليل كامل. وعاد الغد ليه نديرها ان شاء الله في السوبيره نتاعها ولا الروبا اللي غادي نديرها فيها ولا السطيله، وندير عليها الزنجان صافي ونحتفظ بها حتى رمضان ان شاء الله. فكنتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي الراي ديالكم يعني فيها كيفاش جاتكم، واش عجباتكم. وما تنساوش انكم تخليوا لي كومونتير ديالكم لتحت تقولوا لي كيفاش جاتكم. فهادشي اللي كاين حبوباتي. غادي نسالي معكم لا فيديو هنايا. غنقول لكم السلام عليكم حتى لاخر فيديو ان شاء الله. عاوتاني نتكلموا يا اما تكون فيه وصفه اولا شي حاجه اللي تعجبكم ان شاء الله بحول الله. فاللي ما باقي ما دارش الشباكيه كنقول لها نوضي اش كتسناها. يا جبت لك شباكيه مضمونه 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 100%. وما كرهتش انكم تصيفطوا لي فيديو عند الاصدقاء ديالكم وصحابات ديالكم هكايا باش تزيدوا تشجعوني باش انني نزيد نبارطاجي معكم بزاف ديال الحويجات وبزاف ديال لي غوسيت سورتو في هذا رمضان هذا. راه مازال كاين بزاف ما يدار. ايوا هادشي اللي كاين البنات. بسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.
تيليشارجي